أهلا بيكم في ملخص جديد. فيلمنا بيتكلم عن شلة صحاب بيقرروا يعملوا رحلة غطس، لكن الرحلة هتقلب عليهم. متنساش تشترك في القناة وتعمل لايك. بيبدأ الفيلم بشباب بلوجرز ليهم متابعين على السوشيال ميديا، وبيج أكتر واحدة يعتبر مشهورة، وأختها ليندي اللي بتبقى أصغر منها ومرتبطة بصاحبهم سيف. ومعاهم بنت اسمها كايا، ولد اسمه إيفن، وعاوزين يعملوا فكرة جديدة عشان يطلعوا ترند. فقرروا يعملوا مغامرة في جزيرة على البحر ويصوروا كل حاجة في المغامرة. وبيوصل صاحب الطيارة اللي هيمشوا بيها على الجزيرة، وبيقول لبيج إن مش هيبقى فيه شبكة لا إرسال ولا استقبال عشان محدش يعرف مكانه، لأن المكان ده خطر جدا. والمكان ده مش أي حد بيروحه، لكن طبعا انتوا واخدين الطيارة خاصة عشان تعملوا الرحلة لجمهوركم. وبنشوف ليندي مش بيفرق معاها مشاهدات، هي رايحة عشان حاببها. وبتكون خايفة عشان الطيارة قديمة وهم هيبقوا بعيد عن الرادار، لكن سيب بيطمنها وهي بتطمن عشان بتثق فيه. وبيحضروا حاجتهم وبيطلعوا الطيارة، وإيفن بيكون لابس كاميرا في راسه بيصورهم بيها. وبتكون بيج أكتر واحدة متحمسة للمغامرة. وبيبقوا في طريقهم للخليج الصخري اللي الطيارة هتهبط عليه. بس قبل ما يوصلوا الطيارة ما بتستحملش، وفي جناح بيتكسر والطيارة بتفقد التوازن، وبيج بتقع في المية. وبعدها الطيارة بتقع تتدمر في المية. وليندي بتلاقي نفسها في المية لوحدها ومفيش حد حواليها، وبتحاول تنادي على حد لكن مفيش حد موجود. المشكلة بتلاقي قرش معدي جنبها في المية. بعد شوية من السباحة بتقدر توصل لكايا وبتسألها عن أختها وحبيبها، وكايا ما بتبقاش عارفة. وبعدها سيب بيوصل لهم، فبتفرح إن هي لقيته وإنه عايش كده، ناقص لهم بيج وإيفن. وليندي بتقول لهم إنها شافت زعنفة قرش في المية وعايزة تدور على أختها. بعد شوية لقوا الطيار قرب منهم بس بينزف وبيطلع في الروح، وبيعرفهم إن جهاز الإرسال مقفول وإن مفيش مساعدات جاية. وبيقول لهم إن ديل الطيارة فيه جهاز بيحدد الموقع وعاوزكم تلاقوه. كايا بتروح تطلع نضارة البحر من شنطتها وبتغطس تدور على ديل الطيارة، وبتلاقيه وبتربط فيه حبل وبتطلع لليندي. وبيطلعوا قارب يركبوا فيه عقبال ما يشغلوا جهاز تحديد الموقع. وسيب سابهم عشان يوصل للجزيرة اللي قدامهم عشان ممكن يلاقي لاسلكي يطلبوا منه المساعدة. ليندي بتنزل عشان تقنعه إنهم يفضلوا جنب بعض، بس هو بيقولها إن لازم حد يتحرك عشان يجيب مساعدة، وبيوعدها إنه هيرجع. وفي وقتها بيكتشفوا إن في 3 قروش وراهم، وسيب مش بيلحق يهرب، والقروش بتعض رجله وبياكلوه. وليندي واقفة بتصرخ ومصدومة، وكايا بتنادي عليها عشان تلحق ترجع على القارب. وليندي بتحاول ترجع والقروش بتجري وراها، وكايا بتشجعها عشان توصل، وبتوصل في آخر لحظة. وبتفضل تعيط عشان اللي حصل لحبيبها، وكايا بتطبطب عليها وبيفكرها يعملوا ايه. وكايا بجهاز فكده محدش هيلاقيهم خالص ومش هينفع نفضل في مكاننا. وليندي بتقولها لازم يوصلوا الجزيرة عشان المساعدات، لكن كايا بتقولها بعيد جدا، الأحسن ننزل نشغل الجهاز. وبتقولها لازم نتحرك عشان القروش. كايا بتقولها ساعة لو الجهاز ما اشتغلش يروحوا الجزيرة، بس هما كده محتاجين أدوات غطس عشان ينزلوا المية. بيطلعوا الشنط وبيشوفوا اللي فيها، بيلاقوا سكينة، وليندي بتلاقي خشبة طويلة. القرش وقتها بيعدي وبيخبط جنب القارب فبيقع في المية، وكايا بتدي السكينة لليندي. وفجأة كايا القروش بتسحبها لتحت، وليندي بترجع للقارب وبتفكر هتعمل ايه وهي لوحدها. فبتلاقي سفينة وبتقعد تشاور وتنادي، لكن بتبقى بعيدة عنها ومحدش بيسمعها. والقرش بيقرب من القارب، ليندي بتحاول تنزل عشان تشغل جهاز الإرسال، وبتلبس أدوات الغطس، لكن خايفة ومش عارفة تتنفس بيها، وبتفتكر أول مرة تغطس فيها. وبتفتكر كلام سيب وتشجيعه لها، وبتتشجع وتنزل تغطس. وبتدور على ديل الطيارة لحد ما بتلاقيه، وبتلاقي جهاز الإرسال وبتحاول تشغله، وهي خايفة القروش تيجي وراها. وفعلا القروش بتبقى حواليها، لكن بتلاقي شمروخ وبتشغله، وبتبعدهم عنها وبترجع للقارب. وبتبقى مبسوطة إنها قدرت تعمل كده. وبتكون عملت خشب عشان تحرك القارب وتوصل الجزيرة. وهي في الطريق بتلاقي إيفن في وشها، وبتحاول تطلعه القارب، وبتشوفه ميت ولا عايش، لكن مش بتلحق، والقرش بياكل من رجله. والخوذة اللي فيها الكاميرا اللي كان لابسها بتطلع في ايديه. ليندي بتشغل الكاميرا وبتحكي هي مين واللي حصل معاهم، إنهم كانوا على طيارة وقعت بيهم.
في مكان قريب من الخليج الصخري وإن كل اللي معاها ماتوا، وبتوصي إن حد يساعدها بس الكاميرا بتفصل ومش بتلحق تكمل. ليندي بتفقد الأمل وبتطلع السكينة وبتبقى عاوزة تنتحر، لكن بتفتكر كلام سيف حبيبها وهو بيقولها إنها تقدر تعمل أي حاجة، فبترجع في كلامها وبتكمل بالقارب عشان توصل للجزيرة اللي قربت منها. والقرش بيقرب وبيخرم حتة من القارب. ليندي بتحاول توصل بسرعة قبل ما القارب يبوظ، وبتقرب من الجزيرة وتكمل عوم قبل ما القرش ياكلها. ولما بتوصل ايديها بتتفتح وبتتعور، والقرش كان هياكلها بس بتلحق تطلع. وبتفتح صندوق المساعدات وتلاقي إسعافات أولية وبتربط ايديها اللي اتفتحت. وبتفرح قوي لما بتلاقي جهاز الاستقبال، بتتكلم فيه بس ما يكونش حد بيرد عليها. وبتفتح صندوق بتلاقي فيه مسدس لطلب المساعدة، فبتضربه على السما وبتقعد تستنى يوصلها المساعدة. فجأة بتلاقي بيج أختها قدامها وما بتكونش مصدقة إن أختها عايشة. بيج بتقولها إنها كانت على الجنب التاني من الجزيرة وجات لما شافت الشمروخ. ليندي بتقولها تكمل عوم وتجيلها، لكن بيج بتقولها إنها رجلها مكسورة مكان حادثة الطيارة. وبيكون في حبل ليندي بتحدفه لبيج عشان تسحبه بيه، وبتحدفه لكن الحبل مش بيوصل لبيج، وبتحاول كتير لكن بتفشل إنها توصله. بيج بتقولها سيبيني أريح شوية، لكن ليندي بتقولها إن في قروش في المية. بيج بتترعب وبتتفاجئ عشان متعرفش إن في قروش في المية، وتقولها احدفي الحبل بسرعة. والمرة دي بتنجح إنها توصلها الحبل، وبيج بتمسكه والقرش بيبقى وراها. وليندي بتسحبها لعندها بسرعة قبل ما القرش ياكلها. بيج بتفرح إنها لقيتها وبتسألها عن الباقيين، وبتقولها إنهم ماتوا. بيج بتزعل للي حصل لأصحابها، وبتسأل ليندي إزاي وصلت لهنا. وليندي بتحكي لها، وبيج ما بتبقاش مصدقة إنها لسه عايشة. وليندي بتقولها إنها ضربت شمروخ وعندها أمل يوصل لهم مساعدة، وبتجيب لها رباط تربط رجلها. ووقتها في حد بيكلمه مع الجهاز عشان وصل لهم الشمروخ، وبيطمنهم إنهم جاي ينقذهم. وليندي بتنبهه إن في قروش في المكان ده، فبيقول لزميله إن في قروش في المكان ده. بيطلع سلاح يصطاد بيه القروش ويفضلوا يدوروا عليهم. ليندي بتفضل تشاور لهم عشان عاوزين يساعدوهم، هم أهم من صيد القروش. وقتها بيعدي القرش وبيخبط المركب، وواحد منهم بيقع، وصحابه بيمدله ايده والقرش بياكل ايده ويموتوا هما الاتنين. ليندي بتعيط وبيج بتهديها وبتقولها كده هنلاقي حل. القروش بتقعد تلف حوالين الجزيرة وبيفكروا انهم يوصلوا للمركب، لكن خايفين عشان القروش، وبيقرروا انهم يقتلوا القروش الاول عشان يوصلوا للمركب، ويفكروا يخلصوا منهم ازاي. ليندي بتقول ان في شمروخ وجزورين ممكن يحرقوهم، لكن بيج بتقولها انهم ممكن يطفوا نفسهم. بتبص على الصخر اللي فوقيهم وبيربطوا الحبل في صخرة منهم. وليندي بتخبط في المية عشان القروش تيجي، والقرش بيجي بس بيترعبوا. وبيج بتحس إنها فكرة غبية، لكن ليندي بتحاول تاني وتنط في المية، لكن بيج بتزعقلها عشان تطلع. القرش فعلا بيجي وليندي بتطلع بسرعة، وبيج بتنزل الصخرة عليه وبيموت. وما بيبقوش مصدقين نفسهم، وكانوا عاوزين يقتلوا القروش التانية، بس للأسف مبقاش في صخور متحركة تاني. وليندي بتقولهم إنهم ممكن لو قتلوا واحد كمان واتبقى واحد هتقدر توصل للمركب. وقتها بيشوفوا السلاح اللي كان مع المساعدين جنبهم وعاوزين حد ينزل يجيبه. بيج بتقوم تاخد صخرة صغيرة وبتملاها دم، بيحدفوها عكس الاتجاه عشان القروش تروح هناك. وبتنزل ليندي وهي راجعة القرش بيجري وراها، فبيج بتنط عليه بالسكينة اللي في ايديها وبتفضل تضرب فيه، وبيجي القرش التاني بيعضها من رجلها. وليندي بتلحقها وبيطلعوا مكانهم، لكن بيج رجلها بتنزف جامد. لكن بيج كانت بتعيط وتقولها إنها دايما كانت وحشة معاها وكانت بتغير منها وهما صغيرين. وليندي مش عاوزاها تكمل، لكن بيج بتكمل وبتصدمها إنها بست حبيبها. وليندي بتعيط ومصدوم، وبيج بتنزف كتير وبتموت. وقررت ليندي إنها تنتقم من القروش. بتربط الحبل في السهم وبتضرب في المية برجلها عشان القرش يجي. ولما يجي بتضربه بالسهم وبتضرب الشمروخ وتخليه يتحرك. والقرش التاني بيطلع يسحب أختها وبياكلها. وليندي بتنزل تعوم بسرعة عشان توصل للمركب، وبتلحق تطلع على المركب قبل ما يعضها. وبتحاول تشغل المركب بس ما بتشتغلش، وبتحاول في الجهاز بس مش مجمع.
والقرش بيكون بيخبط في المركب وبتاخد أنبوبة الأكسجين وبتخبط فيه وبترشق في القرش وبيموت. وبكده ليندي خلصت من القروش وبتلاقي المساعدة وصلت لها. ولحد كده فيلمنا بيخلص. أتمنى تشتركوا في القناة وتعملوا لايك، تكتبوا لنا عاوزين ملخص لفيلم ايه.